وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم في جنة ما شاء غنيم وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم ما زمزم الهادي بذكر نذيلها إلا وانعشني إذا ما ذمذم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا يا ربنا يا ربنا جزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واسرع لنا سذورنا واغفر لنا ذنوبنا واسرع لنا سذورنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا يا ربنا يا ربنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا ربي أنت المرتجى وإليك عهدك قد لجأ فارحم قلوبا في الدجى واغفر لنا يا ربنا يا رب أنت المرتجى وإليك عهدك قد
الله 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 فلا عبدك ربي وكلي أرجو رضا ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم محمد والملازم محمد والملازم رب العالمين ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم محمد والملازم محمد والملازم رب العالمين ربنا بالنبي الكريم ذي الجاه والصفات السمين ربنا بالنبي الكريم ذي الجاه والصفات الشميم سهلنا ربنا العليم ضم العليم والتعليم سهلنا ربنا العليم ضم العليم والتعليم ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم محمد والملازم محمد والملازم رب العالمين إلهي يا الله إلهي يا الله إلهي يا الله ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم رب العالمين ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا من المعلم رب العالمين خير البرية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية
وتاج عدل جدني بوصل قبل المنية يا بحر فضل وتاج عدل جدني بوصل قبل المنية جدني بوصل قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله تالله إن الأرض لا تبلي فكيف تبلي فكيف تبلي وحبكم في قلبه وماته في رقت عيناي شوقا
ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبغاله راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
Cek, cek satu. Cek. Cek إلهي أنت تعلم كيف حالي
فهل يا سيدي فهل يا سيدي فرج قريب فهل يا سيدي فرج قريب فصل حبلي بحبل لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم كل من في الأرض نادى والهوى يملأ فؤاده كل من في الأرض نادى والهوى يملأ فؤاده يحيي التراب والعظام وهي رميم باسم من يحيي التراب والعظام وهي رميم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت التواب الرحيم كل من في الأرض نادى والهوى يملأ فؤاده كل من في الأرض نادى والهوى يملأ
التواب الرحيم التواب الرحيم. ورسول الله هو حبيب الله هو رسول الله هو حبيب الله هو رسول الله هو حبيب الله هو رسول الله هو حبيب الله. يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام أسامى عطفا على عطفا على من ذهب بك ورما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا سيد الكونين يا علم الهدى علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى علم الهدى يا من أنت يا من أنت للمرسلين حتام حتاما يا خير هادي للأنام أسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما أنت الذي شرفت كل مشرفين مشرفين. أنت الذي شرفت كل مشرفين مشرفين. ومنحتنا ومنحتنا يا ذا الندى يا إمام إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي
الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا يا يا رسول الله لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى موثقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله فأرسل عليه إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرات الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا صلى الله عليه وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بلاد حباها الله أمنا وكعبة بلاد حباها الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنثر النثق أنجما مقام خليل الله فيها محجبا مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل
ومشرب إسماعيل من بئر زمزم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله هوس بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجمه نهوى والمعفى والسكيم سوى فاهلأ الكونين عنك سوى حب مولى العور والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي بشرى لنا المنى ذل العنا وانفى الحنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحام على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتى عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار أن من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ودينا نجا سبيلي ودينا نجا سبيلي كي به نسعد ونرسل مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا وجميع الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان المجيد. سبك رب العثمان بأحبك يعلم وشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من الملائكة من قرب المجنين والإله كلهم أجمعين. ولسعوا وزن أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وضعيفنا وذكر عائلة ولجميع المسلمين من السماء ومن أحيا منهم المسلمين من قبل أمرهم. نعوذ بك المهاجر وبيدمناه ونبي بالشباب وسولهم وأبروهم وسلنا بورهن شيء لله لهم الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركز في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وينقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري بقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الملك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط ولا يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانة ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وينقى القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي
وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم واستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. صلوا على النبي صلى الله على محمد 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 صلى الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم يا الله صدق الله العظيم وصدق العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالآلف ألفة وبالماء بقاء وبالتاء توبة وبالساء ثوبة وبالجيم جالمالا وبالحكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشاف شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهار وبالضاء ظفر وبالعين علمة وبالغين غنى وفي الفاء فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من عطاء ونسيان أو فهم كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل عن غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو إلحان أو تعجيل عند تأويل القرآن أو كسر أو سرعة أو زلق لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو زمدة أو رفع أو رباب بغير ما كتب وإلا كل رحمة ورحمة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا
ومن الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما فاكتبنا على التمام وارزقنا آدم بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اجعله لي إماما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي أمة يا رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حبائبنا الأحباء وعلمائنا الكرماء para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh tanpa terkecuali yang hadir pada malam hari ini Al-Habib Talib bin Aqil As-Segaf dan para habaib yang lain tanpa terkecuali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau fi khair wa afiyah Al-Walid Kiai Al-Haj Abdul Hamid Abdullah dan seluruh abna wal aulad nak potoh keturunan dari sahibil haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Mbah Buyut Muhajir seteja termuka paringna sihah wal afiyah pada lancang umur fi taatillah seteja para panitia penyelenggara peringatan haul sesangat badan kaulamul jaki hadirin hadirat muslimin muslimat jalisin jalisat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala malam mangken mapolong kaulaban panjenengan sebagaimana tahun-tahun si ampon data lebet. Alhamdulillah malam mangken ki papangki boleh keberadaan sehah mentermuka pertemuan malam mangken benih pertemuan terakhir mentermuka tahun boleh ki papangki boleh kelaban keberadaan selangkong saya mentermuka barakan haul malam mangken panapah seteti hajat kaulaban panjenengan hajatud dunya bil maisarah wa hajatud dunya bil maghfirah mentermuka hajat dunya epa gempang hajat akhirat esaporah dosa-dosa kaulaban panjenengan amin Allahumma amin amin Allahumma amin wa ma kumtu fi hadzal makan illa imtithalan lil amr al faqir mancing ning ka dinto majelis karena perintah ban estonah malam mangken ngonceng al mukarram Kiai Haji Muslim Ikram untuk menyampaikan tausiah dan untuk memberikan nasihat, taujihat, irsyadat deka kaulaban panjenengan nanging beliau sampai saat neka kita poron hadir insyaallah menabi deki hadir terusaki tining beliau bedan kaulah nanging sebagai pengisi waktu tining deki kita Rabu yang kita terpaksa bedan kaulah tauronah karena dan kaulah tak siap mon estona. Para hadirin saya sangat badan kual muljaki. Ada buaki tinang ulama
kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha. Cukuplah bagi seseorang dikatakan orang yang berilmu ketika seseorang tadi itu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nikah bisa buktiaki kelaban rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Beda orang andi ilmu keng tak takut dekat Gusti Allah, berarti tandi ilmu. Kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha. Cukuplah bagi seseorang dikatakan orang yang berilmu ketika seseorang tersebut mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya teki ngakna pa ilmu, luas ngakna pa ilmu, tapi ilmu kila tak matakok dekat Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu na tak manfaat. Al-ilmu nafi' huwa al-ilmu alladhi yuaddi sahibahu ila al-khawfi wal khasyah. Sekoca ilmu si manfaat, ilmu na tak asakone, tapi ilmu kila cek ngajak takok dekat Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua ilmu membuat seseorang tersebut menjadi mulia? Belum tentu. Law kana al-ilmu, seandainya ilmu nikah biduni tuqa, syarafan biduni tuqa, seandainya hanya sekedar bermodalkan ilmu manusia menjadi mulia tanpa bertakwa kepada Allah, lakanal iblisu asyrafal khalqi, maka niscaya iblis akan menjadi manusia atau makhluk yang paling termulia. Iblis cek tanya ke ilmu, iblis cek tanya ke ibadah, cuma tak takut ke perintah Gusti Allah, tak nurut ke perintah Gusti Allah. Asal iblis orang sandi ilmu, tapi pada akhirat iblis kila elaknat ning Allah Subhanahu wa taala. Lau kana ilmu syarafan biduni tuga, mun cuma abenda ilmu orang kila bisa mulja tanpa takut dekat Allah Subhanahu wa taala, la kana iblisu asyrafal khalqi, maka niscaya iblis akan menjadi makhluk termulia. Tetapi nyatana iblis jadi makhluk terlaknat, seton dung dari swarga bentak bakal masuk ke swarga boleh. Anapa? Ilmu nah tak matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tabu bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsya, hanya saja orang tersebut akan mempunyai rasa khasyah, takut dekat Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi, dari seorang hamba al ulama, orang yang sandi ilmu. Tanpa ilmu tak kira takut. Ilmu na tak matakok, berarti ilmu na tak manfaat. Tanpa ilmu tak mungkin orang nak takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kak dinto ilmu kul panjenengan sesekone nikah nyoon dekat Allah Subhanahu wa taala, mantermu ketetikin ilmu si manfaat barakah. Ben ketahuilah ilmu agama kak dinto para hadirin ikhwani rahimakumullah, sangatlah bermanfaat. Ilmu nikah sangatlah diperlukan dalam agama Islam. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Islam ni bisa jaya, Islam ni bisa berkembang luas, Islam ni terus menjadi agama yang termulia ketika umat Islam di ilmu. Makin umat Islam ni kampun kahutha isail, banyak yang enggak untuk, banyak entek katako. Apa? Karena orang Islam ampun tak peduli tentang ilmu agama. Saya pendek cuma ilmu di luar agama, mungkin merasa ketinggalan menabi tak di ilmu luar agama. Tapi ketika anan tak ngerti bab wudu, anan tak ngerti bab salat, anan tak ngerti urusan ilmu agama, sama sekali ring tuna tak susah. Aneka saya kocak orang rosak agama nah, engki pene kay rosak tibi sebab orang Islam tibi tak peduli tentang ilmu agama. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Iman tero kuatah ilmu, Islam tero jaya ilmu. Tanpa ilmu maka tak mungkin Islam akan menjadi jaya. Tanpa ilmu tak mungkin iman bakal kuat. Oleh karena kak dinto ilmu neka sangat diperlukan di kehidupan kaulaban panjenengan ilmu sehari-hari. Itu buat kita nang ulama, laisa la gharbata lil alim wala watana lil jahil. Tidak ada tempat mengembara bagi orang yang berilmu, tidak ada tempat berteduh bagi orang yang bodoh. Maksudnya orang mun andi ilmu sahabat eka ma pasti eka parlo, wala watana lil jahil, dan tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Maksudnya orang mun putuh tak eka parlo, bahkan la selae. Itu buat kita dengan Habib Abdul Al-Haddad yang dalam kitab beliau ada bu al jahil
idza takal al jahil kalamuhu kal himar wa sukutuhu kal jidar. Orang bodoh ni mon omong engak himar, mon neng engak tembok. Dari penting ilmu, orang mon tandi ilmu mon omong engak hewan himar, mon neng engak tembok. La yanfa' wa la yadur, neka tembok. Si nomor 2 dabun ulama, kafa bil mar'i jahlan, orang kela ekoca, kafa bil mar'i ilman, kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha, wa kafa bil mar'i jahlan ayyasiyallaha. Orang ni kay kocak ring budu, wa kafa bil mar'i jahlan ayyajaba bi amalih. Orang ni kay kocak ring budu, mon orang ni ka selalu membanggakan kelaban amalah. Maka oleh karena kak dinto amal ni kecek bangga aki, amal ni kemurnih kan kui Allah Subhanahu wa taala. Orang sekocak orang seberilmu, orang ni kemon takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang sekocak orang budu, tandana orang kelak selalu ujub, selalu bangga diri kelaban amalah, bangga diri kelaban amal solenah. Mentermuka amal sesekon ini kita yakin amal sesoleh saya keterima. Dan mentermuka kul mancingan yakin orang-orang se min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli istiqamah, wa la taj'alna wa auladana min ahli syarr wa dhair wa ahli nadamah. Mentermuka barakan haul mal mungkin setujuh panapa setiti hajat kul mancingan ipagempang tining Allah Subhanahu wa taala. Mentermuka amal sesekon ni penekah itatikan amal si makbulah, amal saya terima tining Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterasa yadaraki deke sakinal kiram Ki Haji Muslim Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muayyidi awliyaihi bil hikmati wal asrar. Wa mudi'il ulumi fi qulubi ulamaihi wal anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tiryaqis siwa wal aghyar an-nabiyyir rasulil habibil mukhtar wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ngereng maos Fatihah dingen kula maos Fatihah kabitoju le yolo kula nyoon tolong bi panjenengan deka selera nase mulja al-arif billah Mbah Romo Yai Muhajir wa manintama wantasaba ilaih minal usul wal furu' wal hawashi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Habaib, ulama, masyayikh, warga Nahdlatul Ulama sekalian, segenap jajaran pengurus Tanfidiyah, Syuriyah, anggota Banom, Ranting Kanigoro, STJC Kaula Muljaaki Kong Langkong Zurriyah dari Mbah Muhajir, baik seninge pajeren Kanigoro ben lain-lain tanpa tafsil. Allah langkong oneng deka makanah ben amkinah ar-rutab wad darajat masing-masing. Cuma tetap kaula nyebut khusus keturunan dari Mbah Yai Abdullah, dari Mbah Yai Kusmairi, Kiai Khalil, Kiai Abdul Hamid, Agus Mukhib, Agus Akib, Mas Muhammad Kusyairi, ben stejena Mas Hasin, sareng warga Kiai Kusmairi, kaula banyak tak hafal, tak ngurangin rasa ihtiram. Para pecinta Mbah Muhajir, pecinta wali, pecinta ulama, teriring doa rahimakumullah singkat karena informasinya waktu terbatas, karena terkait kelaben suasana otabe situasi COVID-19 otabe corona. Gelek tak apa. Alhamdulillah menepai ngampu muromik morot barokah tretan langsung wali kainto erabuin nakhola bene cuma sekedar min ramin, tapi menabi ba'dil ulama muballighin nerangaki sejarah otabe wadhaif kelakuan-kelakuan tetep ning ewali eterangaki kaula sareng panjenengan agaduan hak i'tibar, mengambil pelajaran untuk turut serta mengamalkan berdasarkan neroh kelakon awali lenika baru entar khol nyata barokana. Kaula taoning secara mendetail karena terlalu banyak amalan sejerajah saya malaki oleh Mbah Muhajir tamtona. Cuma husnudzon ben keyakinan kula wali kainto taqdimil akhirah ala dunya. Nikah umum pun tak mungkin tak nikah, mekade urusan akhirat daripada kepentingan dunia. Kula meengat debuna ba'bil arifin debuna Syekh Aun bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Debuna macam telo ada 3 bahan materi
Keng telok ni kamu niterangaki secara mendetail, tafsil, secara rinci, insyaallah tak cukup saja. Komat boleh. Mik lain apa lagu dia? Banyak dia yang mik masa ada Saudi. Ini kan? Bener dari mereka ni kali ada jolen keng Bismillahirrahmanirrahim. Semeste wali kainto makade akhirat daripada dunia. Imam Aun bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mati. Nomor situng man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Nomor 2 man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Nomor 3 InsyaAllah bikula ikala asya nomor 3 tok. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya. Kang mengkana wali-wali karena makada akhirat. Jukan ulama-ulama amilin tada orang seo diinka into sengsara melarat. Ulama-ulama guru-guru kainto tak keduan sempat untuk berbisnis. Tidak ada kesempatan untuk menciptakan kemitraan dalam kerja. Ulama-ulama. Tapi kehidupannya pun sejahtera. Diinka into bahagia lebih yang kita bayangkan, melebihi. Arapa mekade akhirat ni kebaitero. Deki sampian monero neka insyaallah ekonomine neka teti batu loncatan lancara ibadah. Rip mirip bareng wali. Beda hikayah. Maknana man qaddamal akhirah kafahullahu amra dunya. Orang makade urusan akhirat dunia naik cokopen bi Allah. Mesti bisa diterima, tak akan gagal. Yakin. Kan nyantet urusan ekonomi sampai teti sengsara. Nah, kini kamar kena akhirat tak pekade. Akhirat ni kataat ibadah. Iko pun banyak macam. Ya solat berjamaah, baca Quran, solawat, sodaqah, jumatan, dan lain sebagainya. Syariah dalam Islam. Ekade akini ke mekade akhirat. Beda tungeng. InsyaAllah mentak keliru ratusan tahun yang lalu. Zaman lambat ki belum beda teknologi canggih. Belum beda listrik, durung beda embong aspal, kendaraan bertenaga mesin, tada sebeda onta ceren kerpui, saya tempat nega, ya keledai khemar, sandi bese, tandi bese jalan. Lenika beda situng rajulun soleh, orang laki amalan nikah bagus, seneng mekade akhirat, pola nak kaje ngaji, mereng debuna guru ne, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya, mekade akhirat dunya na cokopen. Muka-muka ngak nikah amin iki.
Ya terusakin lagi. Alhamdulillah. Kecek singkat lah. Nyaman orang laki ni kata ada ni kita pak. Keng kula terwaga be contoh. Siapa ni? Konting tu tinggi dikit cutu dek segemer ya. Kula seneng sare siampo bedengot songo teni kali. Oh sambian bayi pinter ya, siaranya mana? Adib, Adib ini. Hatib, Khotib, Khotib, yang bireng orang. Pedemang hatib sangkuna khotib lanceng ton orang si ahli pidato orang si macah khutbah mon khotib lanceng khon beneton khotib orang laki tukang ngelamar dia benyan bin yang ngelamar itu khotib pinter khotib ni kering pacet santri seneng ngaji. Hari Jumat pas jam 11 beliau kainto berkemas siap-siap berangkat menuju ke masjid alampa sholat Jumat. Mek berangkat jam 11 karena jarak tempuh dari telema pinter khotib dek masjid nika 1 jam. Maklum lambok rang-rang masjid mun mangken cek kebeter malak saja kebanyak lambok pakai jauh di keberang saja telek kelande tasbih leek surban kepe tiba-tiba datang pejabat atau petugas pengairan pengatur aliran air sungai pada sawah ladang menjandrengkan tolulu. Assalamualaikum dir khatib. Waalaikumsalam dulu. Kalau dia yakin boleh lagi dulu. Kelakuan tak cer. Prabu ini kelakuan di tempat saya. Badarizquhu fi baladi. Napa? Air sungai makin Rabu tepak gilir na pancin dengan jam 11 terbatas jam 12 seperempat. Nika sampian bisa mengalirkan air kanto deka sabena ajune tengalen pancen sampian kering kurang aing. Mun nika kesempatan terpu bisa nerima boleh keng bulan angkat. Insyaallah pancen kene ko tompes jan. Bingung Ustaz Khotib. Engkau mun entar ke Sabe, tak Jumatan kok. Tanggiliran sak jam. Mangkana perjalanan kok sak jam di masjid. Mun kok entar ke masjid mati pancen. Sebine tepak cerewet. Nyocot cerewet. Okutang kedatangan di dalam. Kang Hatib kok ngeding? Tak usah Jumatan. Arya sabar emis larang setia. Bendena otang are mon te parlo lagi mate ongku ngakan apa nak binena. Maka tak Jumatan darurat rais bola bi Allah Taala jan per mecemper. Cuma bener rajin panjenengan Kang Khotib keng contoh. Jumat boleh ki berdemun panceri yang ki sebulan dan tiah. Le Kang Khotib ring ahli ilmu seneng. Jalah daerah mangkok bulat tang sace entar ke masjid cek lang alangin obo anu
rekan pon berengkang khatib berangkat kami istighfar ya Allah kok kocak ereng bini astagfirullahalazim bade pertengahan jalan ke enga mati pancai ke enga masyaallah depak ke masjid potos azan ki bade kesempatan salat sunat 2 rakaat qabliyatal jum'ah mengikuti upacara bacaan khutbah terus abejeng jamaah jum'ah mari wirid pas jam 12 teleber seperapat padebi pelanggaran batas pengaliran air reng-oreng pujar kang khotib lepoto sasa tak ada iya panca letompes aing letak melo mole perang gore bisa cerewet terus ya megena ati lu nambahin la ilaha illallah sekulengan tasbih 100 tambahin solawat sekulengan 100 gue nih kayak tambah istighfar tobat 100 pas setengah tung mulai kah letak ada orang apa sih terjadi ternyata si cerewet terus saya kebingkengungku malang kerik bodi adan lap le jali alian kok lapar tabu tak usah ngakan tak usah masuk ke dalam bukoh entarin sabe letaknya pola bedenaan sekone berapa persen rapa padi je saya kening aing minta mati kapi iyalah sabar suwine cek cerewet kami sampean mi abine anak antarsan ni gederem Pak apa yang terjadi? Sesampainya di pematang sawah, dengan tanggul, fata'ajjaba wa fariha qalbuh. Pangkalina kang khotib kainto keheran-heranan bi bunga gembira. Aduh sabe pol bi aing kok tak usah ngelep are de macam kok ke masjid. Mi moro ngatar ya Masya Allah. Iya mulai wis kita mulai atau le ke lauk kita berdiri ngacentang dia tak cuma atan orang ngelap ning olo nakang khotib ni katanya deh mulai jam 10 anggil bajane 2 sete buka alompai lebenya ada sabene tibi econgok setedung ceil ngolpa mane ngerok pahdum pada sabene kang khotib le kok munde engak de bunatang guru man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunya sapana orang rem kade akhirat urusan dunya cokopen bi Allah ya bade sing ngelepaki engko arep badena gele ngetilak manek tedung jekein manek jemaatan engkau karyangar berhubung kok de masjid mekade akhirat ya ji ngerok manek ji ya salah tak jemaatan mulai wis mesem li apa mek sekejap ayo norok ke sabe cewek cerewet saya nggak ada aing ayo lah depak ning pengkir geleng langsung aloncak keleleran bini kang khotib latana deteng bunga atukang saya rasa ngelep bangun dia boy secolon jan pola kang jemaat pole ulu dateng nyoro ngelep je entar ke kang ngelep dia masjid bae kang tae jan yes ayo mulai cewek cerewet li iya kang sekelangkong dek remaro lah jongok siapa ro kang mana tak cuma atan ngelep dalam bus posa dek saben ya dumpa ketang sabe dia le akhirat remun pekade urusan dunia re coko yo bu pergi ne sabe dari hilir dari hulu ke hilir semua deretan sabe kain itu saya paling bagus pergi hasil padine kang khotib senon maneru hasilnya de aduh talpos bi pereng lah tade lain tak apa bagus non kang khotib biiznillah barokah elar talar
dadi lan cukupah masyaallah ini kalau para kanca jadi orang ini kemun mekade akhirat ronero beli insyaallah odin tak melarat beditunya muka-muka ngak neka Allahumma amin astaghfirullah potos lari ya Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya niat tobat Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbul ya Rasulullah ingat Gus Dur salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfan tayyaji ratal alami ya uhailal ju al-karami ya uhai neka paenga de ambe tibi pong ki sempat pong ki odi thank you teritan mekeren umur luangkeun titi pateh jen semak siapeun pateh jen semak katempeng beri pateh jen semak katempeng beri ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfan tayyaji ratal alami ilal judi wal karami uhailal judi wal karami tremana amal ki belum tamtoh tusana abe ancaman mode hawa benafsu tak poron cerah ya cek topet odi asmaje ya cek topet tineng buktena saben arena katretan saben arena atamba kendur benyaan ngangkur amal ibadah atamba kendur kadang ki ngakoh abe pria bekus ben pocur neko tantene atena tak jujur neko tantene atena tak jujur ya Rasulullah salam
الشان راجي عطفا تياجي رد العالم الجود والكرم يا أوهي الله mestena abe sadar bentodus mikirin tusah ajalan terus kening pangkude setan se alus jan setan kirana tolos akiring cuba kirana tolos akiring cuba kira mun asmaja tok asmaja topet sia berjamaah maposa alangker asmaja akhirat kedatangan kekadaan ajal pateh paling kabeter mate mendadak ki dorong topet tusah ki banyak mulai ngajar ya masuk ke kopur mesti tak cengak tak mangki padeng tak mangki terak tak mangki tak mangki molain mangken ayo atata ibadah aja nuroten sengka tuli ambuin salah bentusah sekejaki siap menghadap dek seka besar siap hadap ke arah apa sih kita tak oneng dek remah budina selamat tak abe imma celakana ada si oneng pak dek si nelaku ni tak oneng Pleman di kantor di tepak pakapan je tahun ni. Masya Allah. Yara atopet minta sapora niko paenga tak milih sera bareng niko paenga tak milih sera ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد كل ذرة في كل يوم 1000 مرة. Sekadin to pemator ben abdina nyon tidak ka para guru-guru tak bisa ngerengaki ngantos akhir karena ecompo pas bedetamoy malah tinggal lagi bidan kau kulit tangketang koneen kelopain saking tak pento saab kelopain mangki itamoy pas asolat makin ki bertahan tadi kelopain cek bede akholambah buyut banjir muka-muka oleh barokah nasimulje tadi orang sehusnul khotimah sekadin to pemator akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa'fu anna ya karim waghfir lana dhunubana bifadlika wa judika ya akraman wa ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata was syafa'ata ala ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila imam muhajir wa rasulihim Allahumma firahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahum hufratan min hufurin niran. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma jammilna bi'afiyati wa salama wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibati nadama innaka ala kulli shay'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki shiqa wa su'il qada wa samatatil ada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna du'ana du'a mustajaba waj'alna min awliyaika wa min ahli ta'atik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma tim lana bil iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.